الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل بين المؤمنين والمؤمنات جنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. بسم الله على تلاوة آيات ذكر حكيم والآن إلى كلمة مجلس الحراس السلمي لمديرية قسم يلقيها الأخ المناضل صالح محمد سالم بحيث أبو صبري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة العدو خلاص بدينا المهرجان بدينا الأحزانية خلاص. في البداية نرحب بكل من حضر هذا المهرجان الجماهيري ونبدأ الدعوة وشاركنا في فعاليتنا النضالية هذه من أجل القضية الجنوبية ونصرتها ونصرة أخواننا في بعض المحافظات التي يعانوا من قبل السلطة والاحتلال أمور شتى، ولكن نحن اليوم نعذرهم ونشد عليهم الصمود والاستمرار في النضال الثوري السلمي الجنوبي حتى نيل الاستقلال واستعادة الدولة. ومن هنا من مديرية قسم محافظة المهرة نؤكد اننا على نفس النهج وعلى نفس الطريق للنضال في ظل القضية الجنوبية واستعادة الدولة المغتصبة المنهوبة وإعادة الحق لها. ونؤكد للجميع اننا في محافظة المهرة وفي مديرية قسم سنكون عند هذا النضال وسنناضل مع بقية اخواننا من ابناء الجنوب من اجل هذه القضية، وليست قضية الجنوب كما يظنها البعض انها قضية بسيطة او انها قضية حقوق او ما داتنا. القضية الجنوبية هي قضية هوية وارض مغتصبة وثروة منهوبة وما ادراك ما من ذلك وجغرافيا مقسمة، وعليه فإن نضال الشعوب يتطلب الصمود والتضحية والاستمرار بالنضال حتى نيل الاستقلال المنجز واستعادة الدولة. ولا يفوت بنا أن أرحب بالإخوة القادمين من خارج المديرية من بعض مديريات المحافظة والإخوة القياديين القادمين لنا من المحافظة. نرحب بهم أجل الترحيب ونشكرهم على تحمل الصعاب ومساعدة الطريق ومشاركتنا في هذه الفعالية. كما لا يفوتني أن أشكر كل
الساهر وكل من قدم الدعم والجنود المجهولين لإنجاح هذه الفعالية، هذا المهرجان الذي يتطلب الكثير والذي هناك جنود مجهولين وخاصة قدم الإمكانيات لإنجاح هذا الاحتفال. نقدم لهم كل الشكر والإحسان ونشكرهم على جهودهم وعلى تعاونهم مع الحراك الجنوبي. وأكثر نطير بالكلام نعتذر إلى هنا وشكرا. يا جنوبي على الصوت، يا جنوبي على الصوت، الشكران ولا الموت، يا جنوبي على الصوت، الشكران ولا الموت، يا جنوبي على الصوت. الشكران ولا الموت. والآن إلى جلة المناظر القيادي في الحراك الجنوبي نائب رئيس الحراك الجنوبي بالمحافظة الدكتور سالم علي القميري فليتفضل. المشاركة في هذه الفعالية الاحتفالية الشعبية ونقدم له كل الشكر والعفان ونعتبرها قطعة مننا إخوة لنا في النظام وإخوة لنا في الهوية وإخوة لنا في الوطن، ونشكرهم على تحمل السعادة وعلى إجابتهم الخلق وتلبية الدعوة. ومرحبا ألف مرحب وأهلا وألف أهلا بأبناء صقر العروبة، بأبناء صقر العروبة الذين تحملوا المشاق لمشاركتنا وأبوا إلا أن يشاركونا في هذه الفعالية الجماهيرية الشعبية. وشكرا. الآن نواصل كلمة الدكتور سالم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. أيها الأخوة، أيها الأحرار، أحييكم جميعا وأنا أشارككم هذا الحشد الجماهيري. أحييكم جميعا، أحيي قشن التاريخ والأصالة، أحيي أبناء قشن شيوخا وأعيان، شباب وطيول، أحيي كل أحرار قشن وأحيي فيهم هذه الروح النضالية، هذه الروح التي لا يمكن أن تنكسر مهما كانت العواصف. أيها الأخوة، إن قشن وهي العاصمة التاريخية وهي العمق وهي السند لأبناء المهرة جميعا. اليوم بحيثكم هذا تعلنوا إنكم أيضا سند وقوة لكل أبناء الجنوب. أيها الأحرار، نقيم هذه الفعالية لنعطي رسالة إلى أبناء الجنوب إن قشن والمهرة جميعا هي جزء لا يتجزأ من أبناء من الجنوب، هي جزء لا يتجزأ من القضية الجنوبية. وهذا نحن اليوم نؤكد هذا، نؤكد تمسكنا بقضيتنا وهي قضية الجميع. نؤكد اليوم تمسكنا بأهداف الحراك السلمي الجنوبي والهادف إلى استحادة دولة الجنوب أرضا وإنسانا. تؤكد قشن ونحن كلنا معاكم إننا في المعرة سواقون إلى الحرية
سواقون الى ان نستعيد دولتنا زي اي منطقة في الجنوب، سواقين الى رص الصفوف، سواقين الى نبذ الخلافات والاختلافات الداخلية. اننا اليوم نؤكد كمان بان قشن وهذه الفعالية هي إشارة أمل نرسلها إلى بقية مديريات محافظة المهرة وإلى قوائم الحراك والناشطين والقيادات في محافظة المهرة في إطار الحراك السلمي الجنوبي، إن قشن اليوم تعطي إشارة لرص الصفوف، تعطي إشارة لحمل القضية سويا، تعطي إشارة إننا نملك قضية عامة وليس خاصة، نملك قضية الجنوب وليس قضية أشخاص. نحن نقدر كل التضحيات التي تقدم يوميا في كل مناطق الجنوب، شهداء يسقطون، معتقلين، مطاردين، هناك فتالى ويتامى منتظرين منا نحن الأحياء الصمود والثبات على نهج النضال السلمي الجنوبي حتى التحرير واستعادة دولة الجنوب. لا يفوتني هنا أن أؤكد لكم ان بقية المديريات وان ابناء الجنوب بشكل عام وابناء المهرة خاصة يحملوا هذه القضية، وهناك بعض الاختلالات البسيطة وبعض العوائق التي رافقت نضالنا في محافظة المهرة، ولكن بكم جميعا ومعكم سنتجاوز هذه المعضلات، سنحل هذه الخلافات البسيطة التي لا تعتبر شيء فيما يقدموها ابناء الجنوب من تضحيات وفداء. لأجل ذلك انني شخصيا وانا اتواجد بينكم اليوم ادعو ابناء قشن ان يلعبوا هذا الدور وان يعملوا على رص الصفوف مع بقية المديريات، سواء كان في اطار القيادة الحراك او في اطار تعزيز النضال وتعزيز الحركة التحررية الجنوبية في محافظة المهرة. ادعو قشن ولانها قشن رقم صعب في محافظة المهرة ان يكون لها المشاركة الفعالة مع بقية اخوانهم من بقية المديريات وخاصة في العاصمة الغيضة. وهنا اقدم شكري وتقديري لكل من قدم وجهد وتعب وعمل من اجل انجاح هذه الفعالية، وكل من شارك فيها، وكل من قدم سواء كان ماديا او بالنقل او بعد اي شيء قدموا لابناء هذه المديرية لاقامة هذه الفعالية، ومن شارك من اخواني من الغيضة اجوا الى هنا، والفعل انه ابناء الغيضة والكثير كان يريد يوصلوا الى هنا لولا نقص الامكانيات، ولكن ان شاء الله سنلتقي جميعا نحن وانتم وكل ابناء المديريات الاخرى في مهرجانات عامة في العاصمة الغيضة ونشارك فيها الجميع. كما اني انا ادعو الاخوة في مديرية قشن، قيادة الحراك في مديرية قشن، ان يعملوا على التنسيق مع بقية المديريات، قيادات المديريات في المديريات الاخرى للململة الصفوف وتنظيم العمل ومحاولة اعادة الروح الكفاحية المتماسكة والاخوة والوئام الى جسم الحراك السلمي الجنوبي في محافظة المهرة. المجد كل المجد لشهداء الثورة الجنوبية، الحرية للمعتقلين، والنصر للشعب الجنوبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للمناضل الدكتور سالم علي القميري في إلقاء كلمته القيمة. والآن إلى قصيدة شعرية للمناضل سالم بخيت سالم شقيت، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني الحاضرين، أبناء قشن كبارا ورجال كبارا وصغارا، نشكركم على هذا الحضور في هذا الاحتفال القيم. ونحن نتساءل نقول لماذا أبناء الجنوب يتحركوا ويعملوا حراك سلمي ويطالبوا؟ لماذا؟ نسأل. البعض يفهم والبعض لا يفهم، ولكن نحن صحيح شعب الجنوبي دخل في وحدة مع اخوانهم في الشمال، ولكن انقلبت الآية، بدل ما تكون وحدة كاملة
متساوية حولنا الى مغنم، واخواننا المترفدين في الشمال حولونا الى مغنم. نهبوا كل الثروات اللي على الارض واللي في البحر، وسرحوا ما سرحوا، وخاضوا حرب وقتلوا ما قتلوا ضد اخواننا في الجنوب. لهذا لا بد ان تكون مضاعفات، فابناء الجنوب لم يقبلوا بالطين ولم يعيشوا على الطين، قد حاربوا بريطانيا حتى خرجوه، وهي اكبر دولة. ونحن الان كان في كفاح مسلح، ونحن الان في الجنوب محاربتنا بالطريقة السلمية، وهناك قوانين وهناك دول ومحافل ومعترفة دوليا بعض منهم بحد الجنوب بتقرير مصيره وفك الارتباط. ما اريد اطول الحديث، بس هذا للتوضيح وللتنبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قلت قصيدة ارتجالية لما حط بلاحظت اليوم صباحا اخواننا اتصلوا بنا، وانا لست شاعر ولكن اشارك في اي حفل وفي اي مهرجان، وكما تعود الادب والشعر الشعبي ان يشارك في اي حفل جماهيري، سواء كان على مستوى رسمي او على مستوى شعبي او حتى على مستوى اسري. في الشاعر يترجم منطق واحساس المحتفلين، وهذه الكلمات البسيطة المزدوجة باللهجة الشعبية كل واحد يفهمها، بعيدة عن تقاليد الكلاسيكية من حيث القواعد والنحو، وبكلمات مبسطة. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ابن الجنوب قد خال وصوته بالعلا، سلمية الثورة وثابت الصمود، هبت مدن وقت القوى من كل صوت، بالصوت عارمة ووديان والحيوط. واليوم في الساحات اعلن شعبنا بعراقه السلمي توحد للصمود، مطالبا بالحق وحقا ثابتا مهما حصل من ظلم وتكبيل وتكبيل النفوس. مطالبا بالحق وحقا ثابتا مهما حصل من ظلم تكبيل النفوس. فك ارتباط مطلوب وما منه مفر، هذا إرادة الشعب لتحطيم القيود. فك ارتباط مطلوب ولا منه نفر، هذا إرادة الشعب لتحطيم القيود. حتما بنضال الشعوب المستمر النصر يتحقق على رغم الجحود. حتما بنضال الشعوب المستمر النصر يتحقق على رغم الجحود. أرض عزيزة وتربة غالية لابد نحميها بفكري والذنوب. أرض عزيزة وتربة غالية لابد نحميها بفكري والذنوب. يا نظام عليك، يا نظام عليك تدرك موقفك، وعليك ان ترحل، هنا مالك وجود. قد قلت للوحدة وتحت شعارها، قد قلت للوحدة وتحت شعارها حصلت مظالم ونقضا للعهود، حصلت مظالم ونقضا للعهود ونقضا للعهود، ونهبت كل الخير في بحر وبر، وأهانت الشعب الحر اللي كان له ودود. صحيح ابن الجنوب كان ودودين مع القيادات في الشمال، ولكن اهانوهم ما ضموا لهم اخوان، وانما اخبرهم انهم مستعمرين تحت اقدامهم. شوفوا اسمعوا هذا البيت. نابت لكل خير في بحر وبر، واهانت الشعب الحر اللي كان له ودود، كان طيب معاه. قولوا دولي لمتنفذ مصيرك انت، دولي لمتنفذ مصيرك انت، واخير ما تركع وراسك للسجود. لا في مساومة الحوار على حدة، بل للجنوب الحر ولا يقبل شروط. لا في مساومة الحوار على حدة، بل للجنوب الحر ولا يقبل شروط. ومن يخادعنا وكان لشعبه يسقط
الى الاسفل وما يصبح شرود. ومن يخادعنا وكان بشعبه يسقط الى الاسفل وما يصبح شرود. وهنا رسالة وهنا رسالة صدق الى قاداتنا، توحيد موقفهم وكل شيء له حدود. وهنا رسالة صدق الى قاداتنا، توحيد موقفكم وكل شيء حدود. دي مرحلة صعب وتحتاج مننا شد الحواجب، شد العزايم وسهر اللا دي مرحلة صعب وتحتاج مننا شد العزايم وسهر اللا رقود. والختم صلوا على خير الوراء شفيع كل الخلق في يوم الورود. عهدنا كل الشهداء والجرحى والمعتقلين لما حاور النهداء حتى ضرب المحتلين. عهدنا كل الشهداء والجرحى والمعتقلين لما حاور النهداء حتى ضرب المحتلين. شكرا للاخ المناظر جانب بخيل سالم لإلقاء كلمته القيمة أو قصيدته القيمة. والآن إلى كلمة الأستاذ المناظر سعيد محمد سعدان رئيس الحرات في محافظة المهرة. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على امور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. يا ابناء قسم الحرة، ايها الاخوة المواطنون، ايها الاعيان والشخصيات الاجتماعية، ايها الشباب والطلاب، ايها العمال، ايها الاحرار، ابناء المهرة وابناء الجنوب بشكل عام، احييكم تحية النضال واتوجه اليكم بالشكر الجزيل باسم مجلس الحراك السلمي بمحافظة المهرة على تلبية دعوتنا لكم وعلى احتسابكم معنا وهذه الليلة لنرسم لوحة جميلة نضالية معبرة عن ما تختلج به صدورنا، معبرة عن ما نطمح اليه نحن ابناء محافظة المهرة وابناء مديرية قشم خاصة كجزء من ابناء الجنوب. احييكم بحرارة على هذا الاحتشاد وهذا الحضور وتلبية دعواتنا، ونؤكد لكم بان القضية الجنوبية هي قضية عادلة وهي قضية ملك لكل ابناء الجنوب بمختلف فئاتهم الاجتماعية والسياسية، بمختلف ارائهم وانتماءاتهم. كل جنوبي تخص هذه القضية، واليوم القضية الجنوبية ما اعترف بها حتى من نظام دولة الاحتلال نفسه، ما اعترف بها حتى من النظام من اللي خشى الجنوب، من اللي طبع على الوحدة بالحرب. القضية الجنوبية ليست وليدة الصدفة ايها الاخوة والاخوات. لقد دخلنا نحن في المهرة، دخلنا الوحدة ضمن الجنوب ونحن جزء من الجنوب، ولن تتحقق مصالحنا او مطالبنا الا عبر بوابة الجنوب، وعندما يحصل الجنوب على استقلاله وهويته. ايها الاخوة الاحرار، ان الجنوب اليوم بقضيته بمناضليه بتضحيات الشهداء والجرحى والمعتقلين وعرق كل المناضلين في الساحات من الشباب والرجال والنساء قد اوصل قضيته الى المجتمع الدولي. واليوم في تحركات على المستوى الدولي ايضا لحل القضية الجنوبية. هناك مساعي من الامم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي
على تبني ورعاية مؤتمر جنوبي خلال فترة شهر يونيو القادم من اجل توحيد الصفوف والخروج برؤية مشتركة موحدة وقيادة واحدة تحاور نظام الاحتلال وتحاور ايضا المجتمع الدولي والاقليمي. ان الجنوب قادم لا محالة، ونؤكد لكل ابناء الجنوب بان هدف الحراك الجنوبي ومناضليه هو هدف الاحرار في الساحات. الهدف هو استعادة دولة الجنوب المغتصبة. نحن من حقنا ابناء الجنوب ان يطالبوا باستعادة دولتهم، لاننا كنا دولة، وهذه الدولة عضوة في الامم المتحدة، عضوة في منظمات الاقليمية والدولية، في جامعة الدول العربية، الجامعة الاسلامية، وعضو حتى في مجلس الامن الدولي في فترتها، وكانت دولة ذات سيادة. فلهذا دخلنا في وحدة مع اخواننا واشقائنا في الجمهورية العربية اليمنية، ولكن الطرف الثاني غدر بهذه الوحدة ونقض كل الاتفاقيات وحولها الى احتلال بالحرب في 94، وانتم تعانوا من هذا. لهذا الان عندما تكون القضية عادلة، طبعا المجتمع الدولي والاقليمي وحتى خصمنا، نحن يا اخوان ما عندنا خصومة مع المواطنين، مع اخواننا من اليمن، من الجمهورية العربية اليمنية، او المواطنين والعمال، هؤلاء اخواننا ويشتغلون ويأخذون حقهم ورزقهم في عرقهم. نحن لدينا عداء مع هذا النضال، مع هذا النظام الذي حول الوحدة الى احتلال، والذي نهب الارض ونهب الثروة وطمس التاريخ والحضارة والهوية. ولهذا نحن نوصي اخواننا بأن يكون تعاملنا حتى مع اخواننا العمال والناس اصحاب المحلات، نحن ليس ضدهم وهم اخواننا، ما دام انهم يجلسوا ويعملون بعيدا عن السياسة. ايها الاخوة، اطالبكم ايضا واطالب كل ابناء المهرة بوحدة الصف، وكذلك ابناء الجنوب. نحن نحيي السلطان عبد الله بن عيسى بن عفرار وعلى مواقفه الوطنية وعلى حضوره كل الملتقيات الجنوبية في الخارج ودوره ايضا. والان هو يعمل مع كل الاخوان في المحافظة. نحيي القبائل المهرة وكل المكونات الموجودة في المهرة، ولكننا نقول ايضا اننا يجب ان نوحد صفنا باتجاه القضية الجنوبية، والقضية الجنوبية ايضا هي مفتاح الحل لقضايا محافظة المهرة وسقطرى، ونحن معهم في هذا الاتجاه. ايها الاخوان جميعا، باسمكم جميعا، باسم الحاضرين في هذا المهرجان الكبير، احيي الاخوة المناضلين على امتداد ساحات الجنوب من حوث الى باب المندب. نحيي تضحيات الشهداء والمعتقلين والجرحى، ونطالب وندعو القيادات الجنوبية في الخارج وفي الداخل الى العمل من اجل الجنوب، من اجل استعادة الجنوب وعلى وحدة الصف. لن نحصل على حقوقنا، لن تتحرر الجنوب وتعود الينا الا بتماسكنا وحدة صفنا وحدة اهدافنا. ونرسل رسالة اليوم نقول نحن لا نعمل من اجل اشخاص، وانما نناضل من اجل القضية، من اجل الجنوب، والقضية الجنوبية فوق كل الاشخاص والافراد مهما كان دورهم. احييكم مرة اخرى ايها الاخوة، واشكركم كثيرا على تلبية الدعوة، ونقف امامكم
لننحني إجلالا على هذا الموقف وعلى وجودكم معنا في هذه الليلة وفي هذه الأمسية. ولن تكون الليلة أو هذه الفعالية هي الأخيرة بالنسبة لنا في مديرية قشن، ولكن ستكون هناك فعاليات قادمة إن شاء الله ندعو إلى المشاركة فيها من قبل الجميع. نحن أيضا سنقيم الفعاليات في كل المديريات، ونشكر أبناء المديريات في الجنوب على في المحافظة المهرة على فعالياتهم وتفاعلهم مع قضيتهم العاجلة. أيضا سيكون هناك احتفالات ومهرجانات قادمة في المحافظة. نطالب الجميع للمساهمة والدعم، كما أشكر الأخوة في مديرية قشن الذين قدموا الدعم والمساندة وحشدوا الناس للحضور إلى هذا الاجتماع وإلى هذا المهرجان من كل الأحياء السكنية ومن الشخصيات الاجتماعية. أحييهم ونقدر لهم هذا الدور. أيها الأخوة، يعني لما نتحدث نحن عن احتلال، قد البعض يستغرب، أو نتحدث عن النهب والسلب، أعتقد أن الكل هذا قبل سنين، لكن الآن أصبحت القضية الجنوبية واضحة ومتبنية ويحملها حتى الناس الذي كانوا في يوم من الأيام يوقفون ضد هذه القضية ولا يعترفون بها، وهذا تقدم كبير. إنهم مؤخرا جاءوا إلى الصف لأنهم أبناء الجنوب. وأيضا نحن نطالب الأخوان أبناء منهم في السلطة المحلية ويعملون مع النظام الآن، نحن لسنا ضدهم ولسنا ضد أي جنوبي حتى لو كان في رئاسة الجمهورية، ولكن نطالبهم بأن يتبنوا القضية الجنوبية وبأن يكونوا يستحقوا بالركب وبأن يدافع على حقوق أبناء الجنوب. الآن ماذا يجري في المحافظة هذه وحتى في المديرية وفي مديريات المحافظة من فساد، من ناس، يعني من يعني انعدام أو انتهاك القيم الأخلاقية عند الناس. وأيضا أصبح هناك تردي في الخدمات، في التعليم، في الصحة، تردي الأمن والوضع الأمني، وأنتم تشاهدون هذا. ندعو كل أبناء المهرة الذين عندهم ضمير وهم لا زالوا في مرافق الحكومية التابعة للنظام أن يكون عندهم ضمير وأن يعملوا من أجل المديرية ومن أجل محافظتهم. وحييكم مرة أخرى على هذا الحضور وأشكركم كثيرا، وأن نطول عليكم، كما ندعوكم أيضا من عند القدرة بعد هذا المهرجان أن يخرجوا بمسيرات، سواء كان على الدراجات النارية أو على في السيارات حتى لفة في الأحياء اللي عنده القدرة والإمكانية. طبعا نحن بنحاول نتحرك وبنصور هذا الموقف. أشكركم مرة أخرى، وأشكر الأخوة الإعلاميين الذين قدموا من كل المحافظة. أشكركم. ويبقى لنا قصيدة شعرية يلقيها الأخ محمد حسين عوضات، فليتفضل. مباشرة عاد نطول. شرق الجنوب اليوم قد لبوا الندى، دكت براكين الغضب في كل حارة، من أرضنا المهرة وفاء للشهداء، دمي ودمك في الوطن ما هو خسارة. لنستعيد العز من يد العداء، وجنوبنا الحر يعلن انتصاره. مهما تكون التضحية نحن فداء لك يا عظمنا الباسلة مجد الحضارة، وشعبها الساير على طول المدى من سيره الحرة إلى أقصى المهارة. أقسمت بك يلي على العرش استوى، خالق الكون والفضاء ضابط مداره، نمضي على درب الشهيد مهما جرى، والجاهل المحتل ما نخشى دماره. مهما يمارس من جرائم واعتداء، شعب الجنوب أعظم وأقوى من حصاره. ثورة جنوبية عملها بدا، وإذا أضاء شمسان لنا آخر إشارة. في نار ثورة ما يطفيها داء، خير الرحيل ثم يقدم اعتذاره. دم الشهيد والله ما يذهب سدى، قد يومكم آتي ونحصدكم نهاره. في عزة الشمسانة بشرب الدماء، شعب الجنوب جاهز موحد في قراره.
ويملكون الحق فيما قد يرى. قد حق للشعب الابي ياخذ بثاره، ما يقبلوا الالحاق ذلا واحتواء، والخدع والتزييف ما نقبل حواره. لا تقدم الساعة لجيشك والفنا، خذها نصيحة حق من جار لجاره، وتنزع اليد التي تسطو بها ثروة اراضينا ومن خير الثمارة. والفكر اللي ما له مكانه بيننا شله مع قد من تعلق في انتشاره. ومن عدل واكتب له رب الهدى اهلا ومرحب في الجنوب اهله وداره. اما الزعيم اللي رفضها واعتزى واكشف نوايا الخبث فيهم والغداره، ابن الاصول اللي راس عمره ما وطى والغير الله ما يوطيها اجباره. بعد الحراك في ظل حكم قد طغى والشعب اصطف في يمينه ويساره. ما يخضعون الظلم يوما قد بدا، قد جربوها ثورتي قبلك نصاره. ارحل بجيشك من بلادي والوباء من قبل ما تقصد براكينه وناره. المركزي املك وجيشك والغطاء والله ما تلمح صوته غراره. المركزي املك وجيشك والغطاء والله ما تلمح سوى كومة غبارة. اما اللحوم وجبة هنية للسباع وبعضها للطير وجبة والنمارة. يا زاهد الارواح يكفيكم غباء وطوايم الشعبي وجيشك في الصدارة. اما الجنوبي قال للموت مرحبا بعد الكرامة والوطن قد هو خيارة. قد لندن العظمى تنحت عنها مستوعبة كل الفوائد والخسارة، وكانوا اقوى منكم علم وذكاء ومن الدول الخمس في العالم جدارة. كل ما تبقى من جنوده وانجلى تارك معداته سلاحه والادارة. المجد لك ردفان والعزم والعلا من جبالك دائما اول فرارة. يا حيط من عصره ومن فصله دفاع ويعدل الشعب الاري رمز الثقارة. وبواس الضالع حسامة قد هدى للغازي العامل من الوحدة ستارة. متجاهل التاريخ كما درسه نساء هم الجنوب ثوار واحتاج ثوارة. واهل يافع والجبال اللي ترى ياسوك مثل السيل وقد الدبارة ما يرحمون المعتدي واللي غزا يا ويل لو من قد تعرض في مساره. حوطه وصبيحه مشاهير الوفاء والجود يسكب من معاني انحداره. ليبذلون الجهد فيها والغلا يحموا السيادة بالركانة وبحارة. والسير يسهل عندهم وقت الندى حتى وان كان الطرق صعبة وعارة. والسنفرة ابين شواطئ والقرى ومن الجبال العالية سمعوا صفارة. لهم عوايد خالدة عند اللقاء ويحسمون النصر بعد كل غارة. واهل شبوة والصعيد فتشكل ركن الجنوب المستميت واقوى جدارة. تاريخهم واضح ويشهد بالعطاء ليذوقون المعتدي ثم المرارة. وحضر موت الخير شبامها والمكلا بركان متوهج وما تطفو جمارة. سمعون والوادي ودوعا لا سنة واشعاب صلبة والقمم في جواره. وتدعت المهرة مدنها والخلا ومن الكهوف العالية تدمو سيارة. شعب الكرامة والقيم ما قد حنا والغازي المحتل جديرا باختباره. ما يضربون الا الجماجم والحشا وينزعون الخصم من داخل اسواره. ثورة مع شمسان نعلنها سوا، ثورة على الغازي بنعلنها جارة. ترتك مع شمسان تعاند في السماء جاء الفرج اللي تعينا في انتظاره. سهلة كانت ثورة يا جنوب، ثورة يا جنوب.